عسلامة، مرحبا بكم في سهلة مهلة. الفيديو متاع اليوم خاص شوية على خاطرو اشتراك مع قناة كوجينتي اللي فيه باش نقدمو لكم البريك صويبع بزوز طرق مختلفة. اللي عملته انا بالكروفيت والبيشاميل، وهي عملت بالجامبون والريكوتا تشيز. دونك قناة كوجينتي هي قناة غنية بالوصفات الشهية، تلقاو فيها من المالح للحلو للسهل والصعيب. دونك ننصحكم تزوروها. تو سامبلومون تكتبوا على اليوتيوب كوجينتي بالتونسي اتاو تلقاو القناة. هذه اللوجو متاعها كيما تشوفوا قدامكم، وهذوما كلكو فيديو من اللي عملتهم. فما مقبلات، فما حلو، طاجين البي، حسيلو نودكم ولا نشهيكم. بالنسبة للبريك بالبيشاميل والكروفيت، باش نستحقوا شوية مسلوقة، شوية كروفيت، شوية بصل أخضر وصوص بيشاميل والفلفل الأحمر على خاطر يبنن الكروفيت. دونك قسمت المسلوقة متاعي ان تريانجل، وباش ناخذ النص الاولاني نحل فيه الصوص بيشاميل، ومن بعديكا باش نحل كعبة الكروفيت اللي هي كي قشرتها خليت فيها الذيل متاعها ما نحيتوش على خاطر باش نخليه خارج من البريكة باش يقعد مزيان معناها ويعطيها منظر حلو. دونك نستوي كعبة الكروفيت ونحطها في المسلوقة متاعي، ومن بعديكا باش نروليها. هوني الخليط هذيك ان فيت هو مغرفن شاي ومغرفتين ماء تو سامبلومون باش نلصق به المسوقه وما تتحليش كيف نجي نقليها. دونك باش نعاود نعمل كعبات اخرين، هنايا نرش شويه فلفل زينه على البيشاميل باش زاده يبنن معناها الكروفيت، ونعاود دونك الرولي دو لا ميم فاسون اللي هي طريقه سهله ماهله، ومن بعد نهزهم نقل. دوب ما البريكيت نتاعي ياخذوا اللون الدوري المزيان نخرجهم ونحطهم يستقطروا فوق بابيي، ومن بعد نقدموهم. انا هنا حطيتهم في صحن ورشيت فوقهم شويه معدنوس، ساهلين مهلين كما تشوفوا وبنان على الاخر. ان شانجمون ان فيت على البريك العادي اللي ناكلوه كل يوم. ما تنسيوش باش تشتركوا في القناه كان عجبكم الفيديو، ونشوفكم ان شاء الله بيانتو في فيديو جديد. باي باي.